أهالي كتير بتخلف أولاد عشان خاطر هم عايزين يكونوا أم وأب. بس دايما بينسوا إن الأولاد اللي بيخلفوها دي يا إما حاجتين: لا إما يبقى طريق بيجيب لهم ذنوب، لا إما فعلا بيبقوا عبارة عن حاجة كده هو بتجيب لهم حسنات وهم قاعدين في بيتهم. فللأسف الحديث بتاع الرسول اللي هو الأم اللي هي بتبقى قائمة على تربية أولادها ثوابها عند ربنا بيكون أهم كمان من المجاهد في سبيل الله. الحديث ده دايما ما كناش بنفهمه واحنا صغيرين، لأن كانت التربية عادي، كانت الأهالي عادي بتقول بتنبه عيالها الصفات اللي مش حلوة اللي بتزعج الناس اللي حواليهم. لكن أهالي كتير دلوقتي بقى مشغولين في الحياة لدرجة إن هم ما بيلحقوش يربوا عيالهم. للأسف الشديد ابنك أو بنتك دول ممكن يبقوا وسيلة إن أنت تخش النار لو أنت ما ربيتهمش صح أو ما وعيتهمش على تربية صحيحة، أو على الأقل ما علمتهمش آداب احترام الآخر. أنا فاهمة إن أنت لازم تخلي ابنك قوي ولازم تخليه ما يخافش من الناس، خاصة في الزمن اللي احنا فيه. لكن برضو في الزمن اللي احنا فيه لازم نوعي عيالنا الحاجات اللي هي ممكن تأذي اللي حواليهم، لأن هم ممكن عن طريق هذا الأذى يجيبوا لكم ذنوب كتير. أذى زي إيه؟ زي الصوت العالي. ممكن يكون جارك او اي حد، والجيران هنا مش بتكلم فيها على الجيران اللي معاك بس، انا بتكلم على الجيران، اي حد بيقعد جنبك في اي طريق عام ده جار. انت قاعده في اي مصلحه عامه ومعاكي عيالك يعتبر جار. اي حد من الناس دي ناس كبيره في السن، ناس مصدعه، ناس راجعه من الشغل، الصويت اللي عيالك بيعملوه او اللي ابنك بيعمله ده بيأذيهم. فزمان كنا بنلاقي الناس الكبيره بيقولوا يا حبيبي وطي صوتك في جنبك حد كبير، عيب يا حبيبي تعالى اقعد هنا. الدوشه اللي بيعملها بيقعد يخبط في الارض طول ما هو ماشي ده بيزعج. قاعد في مكان عام في مطعم او في اي حاجه وبعد كده بيقعد في المطعم ده يقعد يجر الكرسي لحد ما يقعد، او يقعد يدشدش في الحاجه او يكسر في الحاجه اللي هو فعلا حقيقي طالقين عيالكم تاذي الناس. ده مؤذي. فده ذنوب. انتوا قاعدين بتتكلموا وبترغوا في اي موضوع انت وصاحبتك او انت وجوزك، فعيالكم دول عاملين يجمعوا لكم ذنوب. على العكس لو الاولاد دي متربيه، او العكس انت حبيبي اقعد هنا في حديقه عامه، تكون قاعد في امان الله تلاقي كوره جت في وشك. الاهالي كانت بتعرف زمان تحكم عيالها، كانت عارفه يعني ايه ان في حاجه اسمها اداب عامه. ما اقدرش اتعدى على على الناس اللي حواليا او اخلي عيالي لازم انبههم ان هم ما ينفعش يعملوا كده. من ضمن الحاجات دي برضو الالفاظ. اولاد كتيره دلوقتي بقت اللغه بتاعتهم الاساسيه هي الالفاظ اللي بيتكلموا بيها. الالفاظ دي كناش بنسمعها غير في خناقات، وكمان حتى في الخناقات كانوا يعني في عز الخناقه يقولوا وطوا صوتكم في بنات معديه. يعني كان بيبقى فيه الحرص للدرجه دي، إن كان الموضوع ما كانش بالبساطه دي. فده برضو الألفاظ اللي مش حلوة دي حاجة مؤذية لكل الناس. فقد إيه أنت بتخلف شخص مؤذي. أنا كل ده أنا بتكلم على الحاجات البسيطة اللي هي الآداب العامة، لسه ما دخلتش بقى في العنف اللي هو والتربية الغلط وعدم احترام الراجل الكبير الكبار في السن. في فرق بين انا بخلي ابني قوي، وفي فرق بين اخلي ابني بلطجي، في فرق بين انا بخلي ابني يعرف ياخد حقه، وفي نفس الوقت يكون شخصية بيحترم الآداب العامة وما يأذيش حد. دي مش ضد دي، وده مش اختلاف. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وكل الناس الجميلة والمسلمين الأوائل دول، الناس المسلمة، الناس دي كلها كانت عندها الاتنين، كان عندها احترام الآخر في نفس الوقت كانت ناس قوية. ما انت سمعت عنهم اهو، كونك ان انت سمعت عنهم معنى كده ان دي ناس قوية وإنجازاتهم الكبيرة. ف... فده مش ضد ده. ففعلا حقيقي التربية دي لأما هتجيب لك ذنوب كتيرة لو انت تجاهلت خلاص خلفت عيال وطلقتها كده هو تأذي في الناس وتقرفهم في عيشتهم، او تبقى حاجة حلوة فعلا انت دخلت المجتمع حاجة كويسة. مش هقول لك تدخل المجتمع حاجة كويسة مالكش فيه، بس على الأقل ما تضرش، ما يكونش ابنك ده عبارة عن حاجة كده بتتحرك بتجيب ضرر. مين اللي معلموش؟ أبوه وأمه. مين اللي ما قالوش ده صح وغلط؟ أبوه وأمه. مين اللي قالوش احترم الكبير؟ ما ينفعش تقول ألفاظ لما بتتحرك تتحرك بصوت واطي عشان في ناس حواليك، في ناس كبيرة. لأ، للأسف باحس إن بالعكس، باحس الأمهات والآباء دلوقتي من كتر ما نفسيتهم بقت غير سوية وبقى عندهم مشحونين، باحس إن بيخلّوا عيالهم دول اللي هو كأنهم يجيبوا لهم حقهم أو ينتقموا لهم من الناس، أو في حالة تعمُّد كده إن هم يزعجوا اللي حواليهم. ولو جيت كلمت الأم والأب مش مثلًا هم مش واخدين بالهم فيقولوا لك إحنا آسفين أو معلش أو كده، لا يقول لك وأنت مالك أو أنت بتزعّق ليه أو أنا حُر أنا كلمتك. يعني هم نفسهم فيهم مشكلة. فيا جماعة نرجع للتربية بتاعة زمان وراجعوا يا جماعة حديث الرسول اللي هو فعلا حقيقي مهم جدا. انت تربي عيالك، وفعلا الموضوع ده أكبر، يعني ثوابه عند ربنا أكبر من الجهاد في سبيل الله.
لان انت مش مخلفه فرد في وسط ناس، انت مش في جوه البيت، يعمل اللي هو عايزه جوه البيت ما دام مش بيزعج الجيران. لكن ما دام هو طلع بره يبقى هو بيأذي الناس، لا بيأذيهم لا بينفعهم. ما تخلوش ينفعهم، ما تعمليش كده، اوعي تعملي كده. لكن على الاقل ما تخلوش يبقى اذى وذنوب عماله تيجي لك وانت قاعده في بيتك، وانت بتطبخي في بيتك ابنك ده مطلوق دوت من غير تربيه، ده ذنوب، ذنوب متحركه وانت قاعده في جوه البيت. ف فخلي بالكم يا جماعه من الموضوع ده، قبل ما تخلفوا بفكروا، او لو يعني فكروا في اللي حواليكوا شويه، يعني احنا مش ناقصين ذنوب. ماشي، سلام.